رمضان بيعدي بسرعة. لو يومك مش منظم هتلاقي الوقت بيضيع من غير ما تحققي اللي نفسك فيه. عشان كده في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تعملي خطة يومية بسيطة تخلي فيه توازن بين العبادة والشغل ومسؤولياتك من غير ما تحسي بتعب او توتر. كملي للنهاية وهتعرفي ازاي تخلي يومك في رمضان منتج وخفيف وجميل ومنظم في نفس الوقت. هاي شوجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في صحة وسعادة وهنا. لو اول مرة تشوفوني معاكم ندى، ودي قناتكم سكر الدنيا. بنعمل هنا فيديوهات عن الأنوثة والجمال والتنظيم وملخصات كتب وحاجات كتير قوي حلوة ان شاء الله تستفيدوا منها. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي نعمل خطة بسيطة لنفسنا في رمضان عشان نستغل الشهر الكريم من غير ما نهمل في اي حاجة في جوانب حياتنا، وازاي يومنا يبقى جميل ومنظم ونبقى مرتاحين. اول حاجة لازم نعمل تحديد اهداف. لازم نحدد هدفنا في الشهر الكريم، ولازم نشوف ايه الحاجات اللي احنا عايزين نعملها وايه الحاجات اللي احنا عايزين نطلع منها من الشهر ده. رمضان شهر صوم وعبادة، فالهدف لازم يكون مناسب للشهر. لو في ناس بقى شايفة ان رمضان ده شهر الاكل والمسلسلات والحاجات دي، فيعني تقريبا الفيديو ده مش هيفيدكم قوي. لكن لو انت رؤيتك ان رمضان شهر الصوم والعبادة، فاهدافك لازم تكون من النوعية دي. اهداف دينية واهداف عملية وفي الشغل وفي الدراسة وختم قرآن وصدقة وصلاة واعمال تطوع، حاجات تانية كتير قوي. وانا عملت لكم فيديو عن ازاي تحدد هدفك من رمضان، هحط لكم تحت في الديسكريبشن. تاني حاجة لازم نعمل جدول بسيط للحاجات برضو اللي احنا عايزين نلتزم عليها، لان طبعا مش هنقدر نعمل كل حاجة في نفس الوقت. فلازم نشوف ايه العادات اللي احنا عايزين نعملها وايه الخطط اللي احنا عايزين نخططها وايه، ونعمل جدول على الموضوع ده. وانا برضو عملت لكم جدول للعبادات، هحط لكم الفيديو بتاعه تحت في الديسكريبشن. في مثال على جدول معمول، الجدول بتاعي وجدول جايبه لكم من على النت. وممكن انتوا تعملوا الجدول اللي خاص بيكم، يعني مش لازم تلتزموا ولا بالجدول ده ولا بالجدول ده، ممكن انتوا تعملوا الجدول خاص بيكم. وهعلمكم ازاي تعملوا الجدول ده في الفيديو اللي هسيبه لكم تحت في الديسكريبشن. ما تنسوش تنزلوا تبصوا عليهم. في الفيديو ده بقى هنتكلم ازاي نظبط يومنا وازاي يبقى لينا روتين ثابت نقدر من خلاله نمشي بقى على الجداول اللي احنا عملناها دي وعلى الاهداف اللي احنا عايزين نحققها، بدل ما يومنا يضيع ويبوظ في مسلسلات ونوم وتعب وإرهاق. الجدول ده مش هيبقى نظري، الجدول ده هيوريك طريقة سهلة وأمثلة عشان نطبقها من النهاردة، عشان بقية الأيام في رمضان تمشي بطريقة كويسة. أصلا اليوم في رمضان مش زي الأيام العادية، تقسيمته بتبقى مختلفة، النوم بيبقى مختلف، بنصحى في أوقات معينة وننام في أوقات معينة. فعايزين نستغل رمضان احسن استغلال، ومن غير ما نتعب وما نحسش بتعب وارهاق وعدم نوم كفايه وقله تركيز وحاجات كده. حاجه اهم نصيحتين، ان احنا ناخد كفايتنا كويس قوي من النوم، عشان النوم ده اللي هيأثر على انتاجيتنا ونشاطنا خلال اليوم. اول حاجه قبل الفجر، الوقت ده وقت ذهبي. طبعا كلنا عارفين الوقت اللي قبل الفجر والوقت من الفجر لحد الشروق ازاي الوقت ده مهم. فحاولوا تستغلوا الوقت اللي قبل الفجر ده كويس، انك تصلي قيام، انك طبعا هنحضر السحور ونتسحر ونشرب ميه كفايه ونعمل اللي هي تحدي الساعه. انا هحط لكم برضو الفيديو تحت في الديسكريبشن. تحدي الساعة كان في ساعة الفجر وفي ساعة قبل المغرب، واشتركوا معانا فيه وتابعونا برضو على التليجرام. بنزل لكم على طول احنا بنعمل ايه. تمام. وبعد كده بقى في الوقت اللي هو ايه، خلاص اتسحرنا حلو قوي وصلينا الفجر، عندك بقى الوقت اللي هو ايه من الفجر لحد الشروق. الوقت ده هيبقى هايل جدا لو انت مثلا بتذاكر او تقعد تذاكر او ممكن تقرا قرآن، كل واحد على حسب ظروفه. في بقى الوقت اللي هو من الشروق لحد الظهر، انت بقى على حسب ظروفك. لو انت مثلا ست بيت وقاعدة مش بتشتغلي، فممكن في الوقت ده مثلا تنامي. لو انت في عندك دراسة او انت عندك وقت شغل تروحي الشغل.
كل واحد على حسب ظروفه يبتدي يظبط الجدول بتاعه. بس اهم حاجة ما ننساش الاوقات بتاعة العبادة بتاعتنا، اللي هو الوقت بتاع الفجر. طبعا وقت الظهر، قبل الظهر بنص ساعة صلاة الضحى، نحاول ما ننساهاش ونبقى صاحيين في الوقت ده. ولو عندك شغل صليها. من الظهر لحد العصر ده يعني الواحد بيبقى ايه، اللي في الشغل رجع من الشغل، لان في ناس بترجع في الشغل من الشغل بدري، طبعا مواعيد بتختلف في رمضان. فممكن اللي راح الشغل ورجع ممكن يريح شوية، واللي قاعد في البيت بقى ممكن لو نمتي شوية وصحيتي ممكن تبتدي بقى تشوفي شغل البيت. الوقت بقى اللي قبل المغرب ده طبعا بنبقى كل الستات واقفة في المطبخ. حاولي تظبطي اكلك وتظبطي الحاجات اللي انت هتعمليها في الاكل والشرب وكده، بحيث ان انت تعملي معانا تحدي الساعة في الساعة اللي قبل المغرب. يعني يبقى بس الحاجات على التسخين، على مش عارفة ايه، على التسوية البسيطة، بحيث انت متقفيش في المطبخ الساعة اللي قبل المغرب دي، عشان الساعة دي ساعة ذهبية برضو زي الساعة اللي قبل الفجر. وبعد كده عندك بقى من ساعة ما بعد ما تفطري وتريحي شوية وكده، تقعدي بقى مع عيلتك. وبعد كده بنروح نصلي التراويح. وقت بقى اللي هو من ساعة التراويح لحد السحور. الوقت ده بقى انتي براحتك، قادرة تقعدي تخلصي شغلك، مثلا لو انتي بتشتغلي من البيت تمام، عايزة تقعدي تتعبدي تمام، عايزة تذاكري اوكي. ده وقت تقريبا ايه مفتوح، مفهوش اللي هو مش وقت مقيد بعبادة معينة. ممكن تنامي عشان تصحي بدري على السحور مفرفشة وفايقة. هقول لكم بقى مثال بسيط كده بسرعة، يعني ايه هنلخص بقى اللي احنا قلناه ده في طريقة سهلة وبسيطة. تمام. قبل الفجر عندنا صلاة قيام، حتى لو ركعتين، تشربي مية كويس جدا، تحضري سحور خفيف ومليان بروتين وبوتاسيوم، او تاكلي موز عشان ما تعطشيش او تمر. طبعا بنعمل تحدي الساعة في الوقت ده. تمام. الوقت اللي هو بعد الفجر، بعد صلاة الفجر تقدري برضو تقري قرآن، او تقدري مثلا تخشي تريحي شوية، او ممكن اخلص شغل البيت وبعد كده انام في الوقت اللي هو من الظهر، من بعد صلاة الضحى، او من بعد صلاة الضحى والظهر، وممكن ايه اريح شوية. تمام. او انت لو عايزة تنامي وتصحي على صلاة الضحى تمام برضو. لو عندك شغل خلاص يبقى انت كده في الشغل. اهم حاجة تاخدي كفايتك من النوم عشان تقدري تواصلي بقية اليوم. في العصر كده قبل المغرب بشوف حاجات في البيت بتاع. قبل المغرب بقى نخش ايه نظبط الاكل على العصر كده، بحيث ان انا افضي نفسي الساعة اللي قبل المغرب دي عشان نعمل تحدي الساعة. تمام. بعد الفطار بنفطر وبنقعد مع الاولاد شوية ونصلي التراويح، وبنخش ننام عشان نصحى تاني قبل صلاة الفجر بشوية على الساعة 3 كده او 2. نصايح بسيطة بقى، ما تحطيش جدول مثالي لان انتي مش هتنفذيه بحذافيره، بس حددي اولوياتك، العبادات والحاجات المهمة اللي لازم تعمليها كل يوم. تصحي الصبح تحددي 3 حاجات لازم تعمليهم النهاردة، لازم تخلصيهم. حاولي تبعدي عن التلفزيون والتليفون والنت. حضري اكلك بطريقة سهلة، ما تأفوريش. احنا اساسا رمضان ده شهر العبادة وشهر احنا بنصوم وكده، مش لازم نأفور في الاكل وكده. خلوا الحاجات بسيطة على قد ما تقدروا، موضوع مش مستاهل. وفي الاخر اكل ده ما بيتاكلش، تعملي اصناف 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 وتلاقي واحد بيبقى صايم طول النهار ما بيقدرش بقى ياكل الحاجات دي كلها. فما تأفوريش في الاكل. خلي بالك من نومك. النوم حاجة مهمة جدا وأساسية، لأن هو ده اللي هيحدد نشاطك طول اليوم. المهم هو الاستمرار مش الكمال. طبقي الخطوات دي من بكرة وهتفرق معاكي جدا، وفي انتاجيتك وفي طاقتك طول رمضان. ومتنسوش بقى تقولي رأيكم ايه، واللي هيبتدي معايا التحدي يكتب لي كومنت ويخش على قناة التليجرام على طول. فلو عجبكم الفيديو بقى متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصل لكم كل فيديوهات رمضان. عامله لكم مفاجآت وفيديوهات كتير قوي حلوة. بس اشوفكم في فيديو جديد. سلام.